صباح الخير عليكم البنات ومرحبا بكم في قناة ام انس. اليوم جبت لكم وصفة وصفة جزائرية تقليدية يعني من الوصفات التقليدية ديالنا اللي هي سطيح اللحم. كما راكم تشوفوا مقاديرها سهلين وبساط، ولكن عندها طريقة باش طيب بها باش تجي بنينة بحال شويه متقاربه للطنجيه المغربيه، تشبه في بعض الامور، ولكن هذا الطبق جزائري. كما راكم تشوفوا لهنا عندي كميه من اللحم، تقدروا ديروا غرمي ولا ديروا بقري. انا لهنا عندي بقري. راني شعلت عليه النار. بالنسبه للمقادير واش نحتاجوا 4 سنات تاع الثوم يكونوا كبار، ولا كانوا صغار ديروا راس تاع الثوم. نسحقوا الدرسه اللي هو الحار فريمون الدرسه. انا عندي الحار هذاك الاحمر راني دارساتو تري بيان كما راكم تشوفوا. نسحقوا الحميصه لهنا راهي مشمخه ولكن ماشي طايبه. بالنسبه لي زيبيز نسحقوا مغرفه تاع العكري ولا التحميره، نسحقوا نص مغرفه تاع راس الحانوت، شويه تاع فلفل الكحل والكبابه. هذه هي الكبابه نحطوها حبيبات نرميهم لداخل. نحتاجوا الملح والزيت، هذا ما كان. لهنا راني شعلت عليها باش تسخن القدره. ندوزو ديريكت طريقه التحضير طريقه سهله على كل حال. كما راكم تشوفوا لهنا نحطوا الزيت ونديروا لها شويه تاع السمن، ولا ما عندكمش ديروا المارغرين، ولا كان فريمون مشحم ما ديروا والو. نزيد لها شويه تاع السمن. كما راكم تشوفوا نديروا لها شويه تاع السمن. ملاحظه السمن الجزائري ديالنا ماشي هو السمن البلدي المغربي، يقولوا له السمن البلدي ماشي نفس السمن. هذا السمن بحال المارغرين ولا مانيش عارفه، المهم ولكن ماشي هذاك السمن الحار اللي يديروه المغاربه. اللي ما عندهاش ما تستعملوش. فوالا لهنا نديروا الدرسه ديالنا. اللي ما يحبش الدرسه يستغنى عليها هي، ولكن هو ضروري الدرسه. ما درتيلوش الدرسه كلي ما درتي والو. نحطوا الثوم ديالنا. واللي عندها اطفال تستغنى على الحار. نحطوا لي زيبيس من الافضل ما نكتروش، باش ما يروحش الكو ديالو كامل. كما راكم تشوفوا اختكم العكري، راس الحانوت، فلفل الكحل والكبابه. الكبابه من الافضل تحطوها حبات باش ما تطلقش المروريه. الافضل تكون حبات. نخلطوا هذه المكونات كامل كيف نقصوا النار ونخلوه يتقلى شويه. كما راكم تشوفوا نسيت الملح، نضيفوا الملح على حسب الكميه. نخلطوها ونخلوها تتقلى مليح. كما راكم تشوفوا شوفوا بدات تتقلى، بدات تتقلى. شوفوا نقصوا لها النار ونخلوها تتقلى تري بيان. بما اني درتها في لاكوكوط صافي داغ ما نمرقش بزاف. لهنا نضيفوا لها الحميصه. الحميصه تكون مفزقتها من قبل، مشمختها. والقدره ديالنا راه يتقلى. دوكا لهنا نضيفوا الماء، ولكن ما نضيفوش بزاف باسكو خليناها في لاكوكوط، ما كنا نمرقوا بزاف، ما يكون دافي بطبيعه الحال. فوالا كما راكم تشوفوا هكا الماء راهو كافي. شوفوا الاخر ديالو. دوك انا نغلق عليها وكي طيب نرجع لكم. شوفوا لهنا خياتي بعد ما طابت. شوفوا نخلو فيها شويه تاع المريقه، الحمام طايب زبده لهنا فيه شويه تاع المريقه. في هذه المرحله تحبوا تخلوه هكا وتسقوه عادي، تحبوا تزيدوا تقليو له شويه تاع الفريت. سينو تحبوا حبه بطاطا اللي عندها دراري، ولا تقدر حبه تاع البطاطا تنقيها تقسمها على 4 وترميها لداخل باش الزيت تتبنن. هذا ما كان الاطفال ديالهم باش ياكلوا الخضره مع اللحم، ما حش ياكلوا اللحم بوحده.
شوفوا خياتي لهنا الطبق ديالنا راهو جاهز، يعني وجد سقيته كما راكم تشوفوا. خرج يعني واحد البنه ما نعاود لكمش. الريحه راهي دايره حاله، يعني خرج بنين فوق الحق، فريمون خرج هايل. نتمنى تجربوه يعني بهذه الطريقه. انا رفقته بكسره رخصيص. هذا ما كان. قليت شويه تاع الفريت ما وريتهاش في لا فيديو على جال على حساب الدراري وكامل راكو عارفين. يعني جا فريمون بنين روعه. اللحم كما راكو تشوفوه جا طايب زبده. المريقه هذيك جات خويتره بالوجهه ديالها كما راكو تشوفوا. لهنا خياتي نكونوا لحقنا نهايه وصفتنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله يعني تجربوها. الا عجبتكم ديروا جيم، بارطاجيو لا فيديو، وان شاء الله الى وصفات جديده في الايام القادمه. تهلاو ليا في روحكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.